أخيلك الصراحة، يصير آخذ مع الوجبة المفتوحة حبة بقلاوة مرة بالأسبوع؟ للأمانة عندك وجبة مفتوحة وحبة بقلاوة وحدة ما عليها مشكلة، أقول لك إياها بكل صراحة، لكن المشكلة منو المجنون اللي يقدر ياكل حبة بقلاوة وحدة؟ يعني أنا إذا ألزم الماعون البقلاوة أغمض عين أفتح عين ألاقي الماعون خلص، أقول لك إياها بكل صراحة، أنا ما أقدر. ما حبة بقلاوة يعني مثل واحد اللي قش من روحه، يسموها تيزر، يعني شغلة مثل تضايقني بيها ما تفرحني، لأنه بس آكلها أقول أريد بعد، لأنه هذا واقع حال. فأنا بصراحة أفضل بمكان ما اكل بقلاوه اكل مثلا فواكه اكثر بالتشيت ميل، لان تسمح لي اني اكل اكثر، راح تنطيني فرصه اني اكل اكثر من دون ضرر اللي تجيني من البقلاوه، واكل تقريبا لما اشبع منها. ف للامانه شخصيا اذا تسالني افضل التحليه مره بالاسبوع، اكل فواكه مكان ما اكل حلويات. وطبعا بالعاده باليوم ناكل احنا فواكه بكميه بسيطه حتى نعوض النقص لصحه الكبد تكون افضل يوميا حبيبي.